السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، بطبيعة الحال كغيري من الجزائريين مهتم بما يجري في الجزائر وما جرى فيها من أحداث جسام. هذه المرة حبيت باش نتحدث حول المقتل تاع بوذياف، ولكن بشكل مختلف، بحيث أنه بطبيعة الحال من خلال علم، هو أنه درت يعني دراسة فيما يتعلق بالسمعي البصري، وقريت العملية نتاع المونتاج نتاع التأثيرات. اكتشفت من خلال التسجيل اللي تمت الإذاعة نتاعو حول مقتل بوذياف، من أنه هذا التسجيل اللي بثوه في قنوات كثيرة، هذا التسجيل مفبرك ومركب. ونخليكم يعني تشوفوا على المباشر كيف ما راني ندير الآن، باش تعرفوا. ربما كاين فيه بعض الإخوة هكذا اللي ما يعرفوش هذه العملية نتاع المونتاج، ما يفهموش هذه المسائل. شوفوا الآن نمشي لكم الشريط باش تفهموا باللي الشريط هذا راه مركب، واستخدمت عدة كاميرات من أماكن مختلفة، ونشوفوا الشريط الحقيقي نتاع محمد بوذياف لما كان يخطب في القاعة نتاع النابة، ومن أنه الشخص الأول اللي بينوه في الكاميرا اللي هو أصلع وداير نظارات، واعتقد هو أنه سهرو، بينما الشخص اللي كان معاه في القاعة خاطي، شخص ثاني ملتحي وعنده شعر في راسه. نخليكم تشوفوا الشريط. شوفوا الآن نمشيو الشريط. شوفوا الآن نشوفوا محمد بوذياف، هذه في آخر نظرة نتاعو، وين أنه تم الرمي عليه. هذه في جوان 92 لما كان في القاعة يخطب في عنابة. راكم تشوفوا في الصورة. شوفوا لهنا، نوقفوا الكاميرا. شوف هنا كان يخطب، بمعنى أنه الكاميرا كانت مقابلته. شوفوا الآن لما هذه هنا استخدمت كاميرا ثانية. شوف هنا استخدمت كاميرا ثانية، هنا لما كان يخطب استخدمت كاميرا. وشوفوا دايرين الراكور، شوفوا حتى النظرة، يعني باش الخطر كاين هناك صلة بين الصورة الأولى والثانية، حتى باش يقنعوكم باللي ما كان والو. شوف هنا، شوفوا كيفاش راه يشوف من بعد مباشرة. شوف يبينوا لكم ان بلان ثاني، وين انه الناس يشوفوا فيه، يعني كاميرا مقابلة. الكاميرا الأولى متجهة لبوذياف، الكاميرا الثانية مقابلة للناس اللي يشوفوا فيه. شوفوا نزيدو نكملوا. هنا استخدم ان بلان واحد اخر، وين انه يبينوا في الجهة اللي ضربت بالرصاص ولا ضربت بالقنبلة. شوفوا هنا وين انه الكاميرا تمشي نورمال. شوفوا هنا، شوفوا لهنا كيفاش، يعني كلش يعني بالتدقيق، يعني كل شيء محكم. شوف هنا استخدمت كاميرا أخرى بحيث أنه تصور. شوفوا نعاود نرجع لكم اللقطة. استخدمت كاميرا أخرى بحيث أنه تصور الواحد يضرب. شوفوا مباشرة لهنا، هنا خلاص محمد بوذياف راهو ديجا خلاص ضربوه وقتلوه. وهنا استخدمت كاميرا أخرى، هذه هو بعد ما نقلوه هزوه ديجا خلاص من المنصة، وين أنه ضربوه بالرصاص. وهنا راهم خلاص، هنا راهم جابوا ديجا واسمو، جابوا ديجا الآخر السرير، هاكم تشوفوا فيه. شوفوا نعاود نرجع لكم. شوف هنا وين أنه يضرب. هنا شوفوا هنا وين نستخدم نتاع الرصاص هنا. وهنا هو ذاك زعما شغل المبركبو معرافي وراء الستار. شوفوا من بعد مباشرة ان بلان واحد اخر، وين انه يبين محمد بوذياف راهو موجود في فوق السرير، يعني راهو ممدود فوق السرير. هنا خلاص كانوا مخرجينه، بمعنى انه كاين هناك فارق نتاع زمن بين
الاماكن اللي مشات في لحظات، يعني لحظات، شوفوا من خلال التركيب لحظات. هنا لهنا خلاص هاكم تشوفوا لهنا يبينوا في شخص اصلع، دوك نشوفوه بالكاميرا، ها هو اصلع ما عندوش اللحيه، وهذا الكرسي نتاع محمد بوضياف، شوفوا مليح، ها هو الكرسي نتاع محمد بوضياف، وها هو الشخص اصلع وبالنظارات، شوفوا اصلع وبالنظارات، اعتقد هذا نسيبه. شوفوا الان الشريط الاول اللي هذا فيه كان محمد بوضياف هو اللي يخطب، وهنا اللي قتلوه في نفس القاعة. شوفوا الشخص هذا باللحية، وشوفوا عنده شعر، شوفوا نعاود نرجع لكم الكاميرا نتاع الشريط المفبرك المركب، شوف ها هو الشخص، ها هو المكان نتاع محمد بوضياف، وانه الشخص داير النظارات، ها هو مستخدم النظارات واصلع. بينما في المقطع الاصلي نتاع واسمو وين انه كان يخطب محمد بوضياف، تشوفوا الراجل ملتحي وبالشعر تاعو، باش تعرفوا من انه المسألة يعني 4000 مليون في الساعة، من انها مخططة ومدبرة، وقاموا بدور فيه ناس يعني اعلاميين في التلفزة الجزائرية مع الاسف الشديد، اللي من المفترض هو انها تنور الرأي العام. هاكم تشوفوا كيفاش هذا الشريط المهم. بطبيعة الحال هذا راني قدمته لكم يعني كأضعف الإيمان، ونطلب من الإخوة الجزائريين والجزائريات هو أنه ينشروا هذا الشريط حتى باش توصل الرسالة لأكبر عدد من الجزائريين والجزائريات. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.